السلام عليكم. مدينة عظيمة بنيت بأعمدة ضخمة وعاش فيها قوم من أقوى البشر، لكن فجأة اختفت بدون أي أثر. تعالوا نكشف مع بعض لغز مدينة إرم ذات العماد اللي حيرت العلماء. معاكم محمد السيد ودي قناة أي حاجة. إرم ذات العماد ذكرت في القرآن الكريم في سورة الفجر، واتوصفت بأنها مدينة عظيمة لم يخلق مثلها في البلاد. بعض الباحثين بيقولوا إنها كانت موجودة في الربع الخالي أو في شبه الجزيرة العربية. اللي كانوا عايشين فيها هم قوم عاد، ناس بقوة خارقة، عاشوا في رفاهية لكنهم كفروا وتكبروا. وهنا بيجي دور سيدنا هود عليه السلام، اللي دعاهم للتوبة لكنهم رفضوا. لكن كانت ايه النتيجة؟ قوم عاد اتعرضوا لعقاب رهيب. رياح عاتية استمرت 7 ليالي و8 أيام، ساوت المدينة بالأرض، ومن وقتها ومحدش قدر يلاقيها بشكل مؤكد. هل هي لسه مدفونة تحت الرمال؟ بعض العلماء بيقولوا إن مدينة أوبار اللي اكتشفوها في التسعينات ممكن تكون هي أرم. لكن هل ده صحيح ولا المدينة لسه لغز مستني ينكشف؟ شاركونا رأيكم في التعليقات.